بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى عملنا فطار عظيم زي ما انتم شايفين كده. عملنا كباب حلة. كباب الحلة ده بمكعبات البطاطس، حاجة تحفة جدا وهتعجبكم قوي. اول حاجة جبت قطعة من الدهون اللحمة كده وبدأت اسيحها شوية مع شوية زيت، تعمل ريحة حلوة بس كده، وتدي نكهة جميلة للبصل وللأكل كده. قطعت بقى بصلتين كبار، قطع كبيرة وواضحة زي ما انتم شايفين، وبدأت اشوحهم لحد ما ادوني اللون الشفاف، مش عايزينهم يحمروا ولا حاجة. قطع اللحمة متقطعة صغيرة، ومش صغيرة ومش كبيرة، يعني مش قطعة هوبر كبيرة كده ولا قطع صغيرة، هتبقى قطع وسط كده. هنبدأ بقى نشوحها مع البصل. انا مش هحط اي توابل ولا اي حاجة في الاول كده، يا دوب هنحط فصين 3 4 فصوص من التوم او نص معلقه من المفروم. عندي بقى قرن فلفل حامي سنه كده، ده حسب الرغبه. ممكن تحطي فلفل بارد عادي، بس المهم انك تحطي نكهه الفلفل معاها، بتدي نكهه حلوه قوي. وتسيبيها تتشوح بقى وتاخد وتدي مع بعضها كده. ولما تعوزي تزوديها بتزوديها شقشاق بشقشاق ميه مغليه، ما تحطيش ميه بارده على حاجه بتغلي. هنحط بقى صوص الصويا. كباب الحلة ده معمول بصوص الصويا كده، حاجة تحفة ووهمية جدا، وطعم رائع جدا وبسيط جدا. زي ما انتوا شايفين كل شوية مش مدية فرصة للحلة ان هي تنشف، علشان ما تغيرش طعم اللحمة وتشيط من تحت وتبقى ريحتها مش حلوة. قطعت بقى بطاطستين كبار كده مكعبات وحطيتهم في الزيت، هياخدوا اللون الاصفر كده. على ما اللحمه بدات بقى تستوي وتخش في السوا، بدات احط التوابل بتاعتي، ملح وفلفل وبهارات لحمه بس. مش هنحط حاجات كتير ولا اكتر من كده، علشان تدينا طعم كباب الحله الحلو اللي احنا متعودين عليه. البطاطس بعد ما اصفرت بقى في الزيت كده وخدت اللون الحلو، حطيتها اخر 3 4 غلوات كده، حوالي 5 دقايق، خدت الطعم من الصوص بتاع اللحمة الجميل. وتبدأي بقى تفضيها في السيرفيس كده، وتعملي جنبها شوية رز بشعرية، وتحطي لمساتك كده شوية خضرة حلوة كده ومنظر حلو. فطار بسيط وجميل وسريع، مش هياخد منك ساعة ان شاء الله في المطبخ. مش عاوزين نغالي قوي في الاكل، كفايه ان هي لحمه يعني، وانتوا عارفين اللحمه اسعارها ايه الفتره دي، لكن لازم ناكل، هنعمل ايه. عملت شويه رز بشعريه حلوين كده يا جماعه، والله طعمها رائع جدا. اكله حلوه قوي بناكلها كل فتره طويله. اعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب، واعملوا لنا فولو على الانستجرام وعلى التيك توك. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.